السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم أو صباحكم مليان رضا من عند ربنا. وحشتوني جدا. وطبعا كلنا عارفين إن مش كل القصص والحكايات بتتحكي بسهولة. في حكايات بتتوجع وبتوجع قوي وهي بتتحكي عشان غيرنا يتعلم. قبل ما نبدأ كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي محمود، عندي 17 سنة. كنت عايش في بيت كبير بس مليان حب. أبويا كان راجل بسيط بس كان شايلنا فوق دماغه، وأمي كانت كل حاجة، حضن وأمان وظهر. كنت فاكر إننا هنفضل كده على طول، بس ما كنتش أعرف إن في يوم واحد كفيل يقلب حياتي كلها. كان يوم عادي جدا. صحيت لبست وأبويا اللي كان بيضحك معايا على الفطار قال لي: خد بالك يا محمود من نفسك، أنا راجع بدري النهاردة نخرج سوا. ضحكت وقلت له: مستنيك يا بطل. بس هو مرجعش، رجع بس على النقالة. حادثة وانتهى كل شيء في لحظة. في أول شهر أمي كانت مكسورة وبتعيط على أبويا ليل ونهار. كنت بحاول أقف راجل وأقف جنبها، بس بعدها بمدة حسيت إن كل حاجة بدأت تتغير. لبسها اتغير وبقى ألوان، خروجها كتر، مكالمات كتير قوي بصوت واطي. كنت بقول لنفسي يمكن بتحاول تنسى. لحد ما في يوم رجعت من الدرس بدري، دخلت البيت سمعت صوت ضحك، ضحك غريب، مش صوت ضحكة أمي ولا صوت أمي اللي أعرفه. دخلت الصالة ولقيته الراجل قاعد معاها بيضحك وبيبص لها بطريقة خلت دمي يغلي. أمي قامت بسرعة وقالت لي: تعالى يا محمود، تعالى يا حبيبي، ده أستاذ علاء. بصيت له وسكت، بس اللي بعدها ما كنتش مستعد له. قالت: أستاذ علاء هيتقدم لي. الجواز تم بسرعة غريبة، ومن أول أسبوع الراجل ده بدأ يبهن على حقيقته. كان بيبصلي باحتقار كأني مش ابن البيت. وفي يوم قال لي: إيه يا ابني، مش هتسلم على راجل البيت؟ وقتها فهمت إنه مش جاي يعيش، ده جاي ياخد مكاني. في الأول كان الكلام، بعد كده بقت أفعال. منعني من الخروج، قلل مصروفي، بقى بيتدخل في كل حاجة، وبقى بيدخل أوضتي من غير أي استئذان. ولما اشتكيت لأمي قالت لي: اسمع كلامه يا محمود، هو عايز مصلحتك، ده زي أبوك برضه. قلت لها: مفيش حد في الدنيا زي أبويا، وبعدين مصلحتي ولا مصلحته؟ وفي يوم من الأيام رجعت لقيت شنطتي مرمية برا أوضتي. دخلت لقيت ابن علاء قاعد على سريري، قال لي بكل برود: الأوضة دي بتاعتي من النهاردة. جريت على أمي: يا ماما إيه اللي بيحصل دوت؟ قالت لي: اقعد معايا يا محمود، ما انتوا اخوات. قلت له: اخوات؟ اخوات يا ماما ازاي؟ وفي نفس اليوم علاء شدني من هدومي وقال لي: لو مش عاجبك الباب يفوت الجمل. بصيت لأمي، كنت مستنيها تدافع عني، تتكلم، تقول كلمة، تعمل أي حاجة، بس سكت. وساعتها فهمت إن أنا وقعت. بعد أيام كنت داخل أشرب مية بالليل، سمعته بيتكلم في التليفون، وكان الولد بيقول: الواد ده لازم يمشي عشان نعرف نبيع البيت. اتجمدت، يعني ايه يبيع بيت ابويا؟ بس المرة دي ما واجهتش، سكت وركزت. بدأت أراقب وأسجل وأفهم، لحد ما اكتشفت إن هو متجوز أصلا وعنده عيال، وأمي كانت مجرد وسيلة مش أكتر. وفي ليلة صورت كل حاجة، هو ومراته وهم بيتفقوا على الفلوس وعلى طردي وعلى كل حاجة. إيدي كانت بتترعش بس قلبي كان بيقوى. رحت لخالي ساعتها وحكيت له كل حاجة. في الأول ما صدقنيش، بس لما شاف الفيديو اتجنن. قال لي: حقك هيرجع يا محمود، أنا مش هسيبك يا ابني. والقضية كسبناها واتكشف كل شيء، وعلاء اتحبس. وأمي انهارت وقالت لي، وقعدت تعيط وتقول لي: سامحني يا ابني، أنا ظلمتك كتير، وعارفة إن أنا جبت لك حد مش مناسب يحل محل أبوك، سامحني.
بصيت لها وقلت لها أنا سامحتك، بس عمري ما هرجع زي الأول. وعشان كده رسالتي ليكوا، في ناس بتبيع أغلى حاجة عندها عشان وهم، بس الحقيقة دايما بتظهر حتى لو بعد وقت. وياريت كل أب وأم يخلي بالهم من ولادهم كويس أوي بعد الانفصال أو بعد موت الأب أو الأم. خلي من بالك من ابنك أو بنتك، هو ملوش ذنب إن بقيتي أرملة أو بقيتي مطلقة. لأ، ده ابنك أو بنتك محتاج منك رعاية واهتمام أكتر من أي حاجة. مش بقول إنك ما تبدأيش حياة جديدة، ده طبعا شيء من حقك وربنا محلله، لكن تخلي بالك من اختيار للشخص ده كويس أوي عشان ما تأذيش ابنك. وما تنسوش، لو القصة عجبتكم ولمست قلبكم ياريت لايك وشير، واكتبي رأيك في الكومنتات، وأشوفكم في قصة جديدة من قصص هند.